عندنا الدخان يسبب سرطان، عندنا المعسل يسبب سرطان، الشيشة، النشوك. أسألكم سؤال يا شباب، لو صحيت يوم من الأيام، صحيت يوم من النوم وقمت ولقيت جزء من يدك من اللحم هذا مو موجود ومكانه حفرة، ايش بتسوي؟ ايش بتسوي؟ لو قمت يوم لقيت جزء من لحمك مو موجود، نمت يدك طبيعية، صحيت لقيت جزء من اللحم هذا مو موجود، حفرة مكانه، ايش بتسوي؟ ايش بتسوي؟ كيف؟ بس فين بتروح؟ على طول المستشفى، صح؟ يا دكتور فين راح اللحمة هذه؟ فين راحت؟ الحفرة هذه سببها، صح ولا لا؟ طيب اللي ينشك يحط الشمة في فمه، يبدأ يحط في فمه من تحت في اليمين، يقعد شهرين 3 شهور 5 شهور 6 شهور، ايش يصير بعد 6 شهور؟ حفرة، صح؟ ايش يسوي لما تصير حفرة؟ ينتقل فين؟ ينتقل هنا. ايش يسوي اذا تحفرت تحت؟ يطلع فوق يمين، بعدين يطلع فوق يسار، الين ما تصير حفر. ايش يسوي بعدين؟ تحت اللسان. طيب سؤال، الحفر هذه ايش كان مكانها؟ ايش كان فيه؟ ايش كان؟ هذه اجزاء في جسمك راحت، حفر ذا الحين فينها؟ ايش اللي كان هنا وفين راح؟ تدري ايش اللي هنا؟ تدري الحفر هذه ايش؟ هذه خلايا واجزاء من جسمك ماتت بسبب النشوق والشمة، وانت مؤهل بنسبة 80 إلى 90% ان يجي مكانها خلايا، اسميه خلايا طبيعية، خلايا سرطانية. والله عندنا هنا في الجمعية، تعال يوم الأحد في المكتب وأوريك شباب كان يدخن وكان ينشق، يحط النشوق في فمه، قسما بالله سرطان لثة وسرطان لسان أكلت جسمه إلين ما شقت خده. والله إنه يوقف قدامك إنك تشوف فمه من برا، الخد محفور مأكول بسبب إيش؟ سبب سرطان. أعطيك أدهى منها، أصعب منها. الحين هذا لما كل شوية جالس مع أخوياه، هات سيجارة، دف الولاعة، كل يوم البكت هذا فيه 20 سيجارة، كل يوم 20 مرة سيجارة ورا سيجارة، وولع، ويمكن بكتين ولا كيس النشوك كل 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة يطلع وحكرة. عاش على ايش؟ عاش على ايش؟ عاش على الدخان، عاش على النشوك. في ناس ماتوا على الدخان وعلى النشوك. تعرفون شارع ال40 في مغسلة مشهورة، مغسلة أموات، في واحد من الشباب عندنا في الجمعية شغال في هذه المغسلة، كل فترة والثانية يجي واحد من الشباب ميت والنشوق فين؟ نشوق الفم. واحد في سكرات الموت يقولوا له قل لا إله إلا الله، وهو رافع يد يقول أعطوني سيجارة، أعطوني دخان، إلين ما مات وأصابعه على فمه يقول أعطوني إيش؟ أعطوني دخان. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أسألك سؤال، اللي في جيبك بكت دخان ذا الحين ولا كيس نشوق؟ اسألك بالله، تتمنى تروح مغسلة الأموات ويطلع المغسل من جيبك؟ تتمنى؟ طلعه قبل ما يطلعونه، خرجه قبل ما يخرجونه.